ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو هيكون اول فيديو في كورس السيكوال بتاعنا اللي هنبتديه. هنتكلم في الفيديو عن ايه هي الحاجات اللي انت محتاجها عشان خاطر تنزل السيكوال عندك على الكمبيوتر، يعني ازاي تعمله داونلود، ازاي تعمل انستول للسيكوال، وبرضه هنتكلم عن الداتا اللي هنستخدمها، وهنتكلم على شوية مصطلحات هنحتاجها جدا في المجال في العموم يعني، او بالذات واحنا بنتعلم الكورس بتاع سيكوال هنحتاج الحاجات دي جدا يعني. طيب ليه انا الكورس بتاعي اول كورس هبتدي بيه هو السيكوال؟ زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اهميه سيكوال واتكلمنا عن الموضوع ده جدا، وان انت عشان تدخل مجال الداتا في العموم لازم تبقى فاهم سيكوال، فعشان كده انا اخترت ان الكورس الاولاني بالنسبه لنا هيبقى سيكوال ان شاء الله. طيب مين يقدر ياخد الكورس اي حد مهتم بمجال الداتا، عايز يدخل مجال الداتا يقدر ان هو يتابع معانا الكورس الكورس مش محتاج ان انت يكون عندك اي اكسبيرينس في اي حاجه معينه. انا هبدا من الاول خالص، هنتكلم على كل حاجه بالتفاصيل. الكورس بيجنر، مش لازم ان انت حتى تبقى فاهم في مجال الداتا، انا هبدا برضو من الاول خالص في مجال الداتا يعني. هندي شويه مصطلحات ودي اهم حاجه، ان انا في الفيديو هبدا اتكلم عن الحاجات ديت، فيا ريت ان انت تستنى لحد اخر الفيديو، لان في الاخر خالص هنبدا الكورس اوريدي وهنبدا ندي مصطلحات وهنبدا نفهم الداتا اللي احنا هنشتغل عليها، فيا ريت تستنى لحد اخر الفيديو. طيب ايه السيكوال اللي احنا هنستخدمه؟ في 4 سيكوال، في سيكوال سيرفر، بوستجريس، ماي سيكوال، واوراكل. هل الاربعه بيختلفوا عن بعض؟ لا، الاختلافات بسيطه جدا، يعني انت لو اتعلمت واحد فيهم سهل جدا ان انت تطبق اللي انت اتعلمته في الثلاثه التانيين. هل الشركات مثلا بيستخدموا واحد بس؟ يعني مثلا هل الشركه دي بتستخدم سيكوال سيرفر بس؟ لا خالص. دي بتعتمد على التيم او على الديبارتمنت بتاعت الشركه. في تيم او في ديبارتمنت مثلا او قسم في شركه بيستخدموا سيكوال سيرفر، وفي تيم تاني بيستخدم مثلا ماي سيكوال، فملهاش اي علاقه. دي بتبقى حاجات هي الشركه هي اللي بتنظمها، او القسم بتاع الشركه هو اللي بينظم الكلام طيب احنا لما نيجي نتعلم زي ما قلت، هل هيختلف الموضوع؟ لا، لو انت اتعلمت حاجه منهم بس، يعني مثلا احنا الكورس ده هنبدا سيكوال سيرفر، لو انت اتعلمت السيكوال سيرفر سهل جدا تطبق نفس الفكره او نفس الكونسبت في الثلاثه التانيين من غير اي مشكله خالص. طيب وتاني نقطه هنتكلم عليها هي الداتا اللي هنشتغل عليها، اهم موضوع. ليه اهم موضوع؟ لان انت لو انت شغال على الداتا دي انت مش حاببها، او البيانات دي انت مش حاببها، هتحس ان الموضوع صعب جدا، وهتحس ان انت بتعمل الكلام ده مفيش اي هدف يعني. بحلل داتا او بحلل بيانات، وفي الاخر ما ايه المعلومه اللي انا طلعت بيها؟ يعني ماشي طلعت بمعلومات محمد بيعمل 10000 جنيه وهو شغال في الاي تي، ومحمود بيعمل 5000 جنيه وهو شغال في الاتش ار. في الاخر بتسال نفسك سؤال، طيب ايه اللي انا استفدته؟ يعني ايه الحاجه اللي انا اقدر ان انا اروح اتكلم فيها مع الناس اقول لهم ده انت عارف ان ده بيعمل كذا وده، يعني ما فيش منها اي افاده، ما فيش منها اي متعه او اي اثاره. فعشان يبقى في متعه او في اثاره لازم نحلل ديتا او بيانات ليها علاقه بالواقع، تقدر ان انت تستخدم الارقام ديت وتحس ان انت حققت هدف، يعني عرفت حاجه مفيده. ودي الحاجه اللي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا لازم اعملها في الكورس اول حاجه ان انا بحاول ان انا ادخلها في الكورس ان انت لازم ان انت وانت بتحلل بيانات او داتا تكون انت حاببها، عشان انت هتلاقي نفسك لوحدك بتستكشف او بتحاول انت تستكشف ايه هي النواتج، او ايه هي الحاجه اللي انا عايز احللها، او ايه هي الحاجه اللي انا عايز اعرفها. بتلاقي ان انت في حته شغف جواك بيقول لك ايه ده، احنا عايزين نعرف كذا، طب احنا عايزين نعرف كذا. كله بيبقى مبني عن الداتا او عن البيانات اللي انت بتحللها. انما انت لو بتحلل بيانات او داتا فيك اللي هي ملهاش اي لازمه، اللي هم بيسموها في اللغه بتاعتنا دامي داتا، يعني داتا كده اي هبل او اي حاجه، بتحس ان انت مش مستمتع بيها خالص. يعني بتحس ان انا عرفت ان محمد بيعمل 5000 جنيه وشغال في الاتش ار، طيب ايه الافاده في كده يعني؟ انا مش شايف ان دي حاجات افاده. طب لما انت بتشتغل في شركه الوضع بيبقى عامل ازاي؟ الوضع بيبقى مختلف تماما يعني. ان انت لما بتشتغل في شركه بيبقى عندك داتا كامله، بتقعد فتره اصلا تذاكر الداتا ديت او البيانات ديت قبل ما تحلل اي حاجه، لان انت لازم تبني معرفه عن الداتا ديت، تبني شغف من الداتا ديت. لان لما بتبني الشغف والمعرفه عن الداتا ديت، كل ما بتشتغل عليها كل ما بتعرف في الداتا اكتر، كل ما بتقدر ان انت تحلل وتطلع معلومات مفيده جدا للشركه. فما فيش حد يبقى داتا ما يعرفش عنها حاجه بياخدها يلا نحللها ونطلع معلومات. لا لا لا، بتاخد وقت كبير شويه ان انت تشتغل على الداتا عشان تفهمها اكتر. ودي من اهم الحاجات اللي انا هعملها في الكورس ان احنا نستخدم داتا ليها علاقه بالواقع، نقدر ان احنا نستفيد منها او نقدر ان احنا نستخدمها
بحيث ان انت تستمتع بالموضوع شويه. طيب وايه الداتا اللي احنا هنستخدمها على مدار الكورس بتاعنا؟ الكورس بتاعنا صح، انا هعمل الكورس اللي احنا هنبتديه دلوقتي هيبقى بيجنر، وبعديها هبدا انترميديت، وبعد كده ادفانس، وبعد ما اخلص الكورس السيكوال هعمل كورس باور بي اي. على مدار الكورسات دي كلها سواء سيكوال او باور بي اي هنستخدم الداتا بتاعه الدوري الانجليزي 2022 2023 اللي هي السنه اللي فاتت، اللي هي البريميوم ليج. ليه انا اخترت الدوري الانجليزي؟ انا حاسس صراحه ان هي ممتعه جدا، وانا عارف الناس كتيره جدا بتحب الكوره في العموم، واللي فوق كل دوت زي ما احنا بنشوف ناس كتيره جدا عايزين يدخلوا مجال اللي هي الساكر اناليسيز، اللي هو تحليل الكوره. فدوت يقدر حتى يفيدهم او يعرفوا الناس بتحلل الكوره ازاي. يعني الناس ما بتحللش كوره، انا ما اعرفش صراحه الدنيا في مصر ماشيه ازاي، بس الناس مثلا في الدوريات الانجليزي الدوري الاوروبي في العموم بيحللوا نيابه عن الارقام، وهو ده اللي احنا هنعمله. يعني هناخد الارقام بتاعه الموسم اللي فات وهنبدا نحلل الكلام دوت. هنبدا نشوف مين اكتر واحد شوط على الجون، اكتر واحد جاب اهداف، حاجات كتيره جدا هنكتشفها في الداتا ديت. وهتلاقي نفسك انت اللي بتكتشف الحاجات دي لوحدك، انت اللي هيبقى عندك الشغف، انت اللي بتسال السؤال وبتاخد السؤال دوت وتحاول انت تجاوب عليه باستخدام الداتا ديت. يعني بالمعنى الاصح معانا ارقام وداتا ملهمش اي معنى، هناخد احنا الكلام دوت ونعمل منه قصه نقدر ان احنا نقولها. فعشان نقدر نعمل قصه ان احنا نقدر نقولها، القصه دي بنسبه كبيره لازم تبقى حاجه ليها علاقه بالواقع عشان تبقى مستمتع واحنا بنعمل الكلام دوت. فالداتا اللي انا اخترتها هي هتبقى داتا الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت اللي هي سنه 2022 2023. طيب ايه الحاجات اللي احنا هنبتديها دلوقتي؟ زي ما انا ما قلت دوت اول فيديو للكورس بتاعنا اللي هو السيكوال. طيب انا هوريكم دلوقتي ازاي نعمل داونلود للسيكوال وازاي نعمل له انستول على الكمبيوتر، وهوريكم الخطوات او الستابس اللي انا عملتها في تجميع الداتا بتاعت البريميوم ليج او الداتا اللي احنا هنستخدمها. واخر حاجه هنعملها في الاخر خالص هنتكلم شويه عن مصطلحات وتعريفات عن ليها علاقه بالداتا، والحاجات دي هتنفعنا جدا جدا لما نبدا ان احنا نستخدم سيكوال. فيا ريت تتفرج لحد اخر الفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها ان احنا زي ما قلنا زي ما اتفقنا هنعمل داونلود للسيكوال سيرفر. طيب عشان ننزل السيكوال سيرفر عندنا على الكمبيوتر محتاجين نعمل داونلود لحاجتين. الحاجه الاولى اسمها سيكوال سيرفر، والحاجه الثانيه اسمها سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. انا هحط اللينك للاثنين دولت هيبقوا موجودين تحت في الديسكربشن، بحيث ان انت لو عايز تعمل لهم داونلود عندك على الكمبيوتر. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ تعال الاول نتكلم على السيكوال سيرفر. السيكوال سيرفر هو السيرفر اللي احنا هنخزن عليه الداتا، كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي هتبقى موجوده على السيرفر، سواء الاناليسيس سواء الكليننج، اي حاجه بنعملها على السيرفر بنعملها على السيكوال سيرفر، على السيرفر ذات نفسه. اما بالنسبه للسيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو دوت اللي هم بيسموها اليوزر انترفيس، يعني الواجهه اللي هي بتبقى موجوده، التولز اللي موجوده، الفيتشرز، المميزات، الحاجات اللي بتبقى موجوده بره اللي احنا بتدوس مثلا تعمل ران للكود، الحاجات دي كلها بتبقى جايه من السيكوال سيرفر مانجمنت. يعني دوت يعني السيكوال سيرفر مانجمنت ده الواجهه الخارجيه، اما السيكوال سيرفر دي الحاجه اللي هي الداخليه المستخبيه جوه اللي بنخزن عليها الداتا والبيانات بتاعتنا. طيب لما نيجي نعمل داونلود مش محتاجين ان احنا نعمل اي حاجه في الجزء اللي فوق دوت، لان الجزء اللي فوق دوت اغلبيته ليه علاقه بالشركات، لان هو مدفوع، يعني لازم تدفع عشان تعمل داونلود لاي حاجه من الحاجات ديت. اما الجزء الفري في ديفلوبر وفي الاكسبريس، هنعمل داونلود للديفلوبر لان هو هيبقى فيه كل الفيتشرز اللي احنا محتاجينها، فمش هنحتاج ان احنا نرجع تاني ونعمل داونلود لحاجات تانية ناقصه، فيستحسن ان احنا نعمل داونلود للديفلوبر على طول. طيب بعد ما ندوس داونلود ناو هيتعمل له داونلود وهينزل عندك على الداونلود فولدر. دي الصفحه اللي هتظهر لك بعد ما تفتح الفولدر اللي انت عملت له داونلود. طيب اني واحد اللي احنا هنختار اللي في النص اللي هو الكاستم. هنا طبعا بيسالك عايز تنزل الفولدر فين، هتدوس انستول. طيب بعد ما بتدوس انستول وبيخلص الشريط كله بيكمل، بيجي لنا الصفحه ديت. الحاجه اللي احنا هندوس عليها هندوس على كلمه انستليشن، وبعد كده هندوس على دي. هيجي لنا المسج ديت. طيب بعد كده هتفتح الصفحه دي هتتفتح، هيسالنا اللي انت عايز تعمله انستول، هل الديفلوبر ولا هل الاكسبريس. احنا زي ما قلنا هنختار الديفلوبر، وبعد كده هندوس نيكست، وبعد كده هندوس هنا اكسبت زي لايسنس او حاجه زي كده، هندوس عليها وبعد كده ندوس نيكست. بعد ما يخلص هتلاقي كل حاجه زي كده اللي هو التشيك مارك، يعني معنى كده ان هي كل حاجه تمام ما عدا دي مش مشكله، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. هندوس بعد كده نيكست. طيب هنا احنا زي ما قلنا ان احنا طيب في الجزء دوت احنا قلنا ان احنا مش هنستخدم اللي هو السيكوال سيرفر اون اجر، فاحنا مش محتاجينها، فهنعمل اون تشيك ديت، يعني هنلغيها. ده السكشن دوت فيه الفيتشرز كلها اللي موجوده للسيكوال سيرفر. هل احنا محتاجين كل ده؟ لا احنا مش محتاجين كل ده، هي الحاجه الوحيده اللي محتاجينها هي داتابيز انجن، هي ديت. وبعد كده هندوس نيكست. لو انت عايز تغير الفولدر ممكن تغير الفولدر.
طيب هنا بيسألك هو بيدي زي ديفولت، يعني هو اوريدي ادى نيم للسيرفر بتاعك. لو انت عايز تغير الاسم ممكن ان انت تدوس هنا وتكتب الاسم اللي انت عايزه، بس انا بالنسبه لي انا هفضل هسيبه زي ما هو عادي، مفيش اي مشكله. كده هدوس نيكست. طيب وبعد كده في البيج ديت احنا مش محتاجين ان احنا نعمل اي حاجه، هندوس برضه نيكست. هنا في حاجتين احنا ممكن نستخدمهم. ممكن تستخدم الاوثنتيكيشن مود. الاوثنتيكيشن مود دي يعني معناها ان انت كل ما تفتح الكمبيوتر بتاعك وعايز تدخل على السيكوال سيرفر بيدخل على طول بان هو بيستخدم الكمبيوتر بتاعك او الاكسس بتاع الكمبيوتر بتاعك، او ان انت بتدي باسورد. يعني زي مثلا انت عندك لابتوب في اكتر من واحد بيستخدموا اللابتوب وانت مش عايزهم ان هم يخشوا يستخدموا الداتابيس بتاعتك، فبتحط باسورد عشان خاطر زي الفيسبوك مثلا بتحط الباسورد بتاعك عشان محدش يستخدم الفيسبوك بتاعك. فانا بالنسبه لي هسيبه عادي على الديفولت اللي هي الاوثنتيكيشن. وهعمل ايه بقى؟ هعمل اد لكيرنت يوزر، يعني انا زي ما اكون هضيف الكمبيوتر بتاعي. طيب دلوقتي انا كده عملت اد للكمبيوتر بتاعي، بعد كده هدوس نيكست. دي كل الحاجات اللي احنا هنعمل لها انستول. تمام، دوس نيكست. بعد ما بيعمل انستول وبيخلص خلاص بتظهر لنا الصفحه ديت. كده احنا كله تمام، دوس كلوز. يبقى احنا كده خلاص عندنا السيكوال سيرفر على الكمبيوتر. الحاجه الثانيه دي بعد كده احنا مش محتاجينها، ممكن نقفلها مفيش مشكله. الحاجه الثانيه اللي هنعمل لها داونلود هو السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. ننزل هنا وهندوس على اللينك دوت، هيظهر عندنا في الداونلود. طيب بعد ما بنعمل له داونلود هينزل الابلكيشن عندك في الداونلود فولدر. هنفتح الابلكيشن دوت وهيظهر لنا صفحه زي ديت. لو انت عايز تغير الفولدر اللي الابلكيشن هينزل عليه ممكن تغيره عادي او ممكن تسيبه زي ما هو. طيب وبعد كده هندوس انستال. طيب بعد ما بيخلص هتلاقي يجيلك المسج دوت ان هي كومبليت. طيب هندوس كلوز ونقفله. هننزل بعد كده يبقى احنا كده نزلنا السيكوال سيرفر ونزلنا السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. يبقى احنا كده بالنسبه للسيكوال سيرفر احنا تمام. طيب ازاي نفتح السيكوال سيرفر؟ هننزل هنا في السيرش بار وهنكتب SSMS، هيظهر لنا سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. هندوس عليها هيفتح لنا صفحه زي كده. ادي دوت السيرفر نيم بتاعك، واحنا قلنا ان احنا هنستخدم الاوثنتيكيشن، او لو انت حطيت باسورد ويوزر نيم هتستخدم اليوزر نيم بتاعك هنا والباسورد هنا وتدوس كونكت. بدل ما اعمل لك الاشاره الخضراء دي كده يعني معنى كده ان السيكوال سيرفر بتاعك كونكتد وما فيهوش اي مشكله. يبقى احنا كده خلاص نزلنا السيكوال سيرفر. طيب تاني حاجه وقلت ان انا هتكلم عليها وهي ان ازاي انا جبت الداتا اللي احنا هنستخدمها او الداتا اللي هي هنستخدمها للكورس دوت. طيب الداتا انا جايبها من على موقع البريميوم ليج. جبتها طبعا من كل السيكشنز اللي موجوده ديت. كنت مثلا بدخل على مثلا جول هنا مثلا واغير السيزون. احنا قلنا هناخد سيزون 2022 23. طبعا كنت باخد كل الداتا ديت اخدها كوبي اند بيست في اكسل شيت واروح للبيج اللي بعديه اعمل نفس النظام بالظبط. وعملت كل دوت عن طريق ان انا استخدمت السيكشنز اللي موجوده تحت ديت. ده شكل الداتا بعد ما جمعتها. قبل ما اجمعها كنت بحط الداتا ديت في تابز، يعني في شيتس لوحدها. زي مثلا لما نشوف مثلا هنا الباسز كام باصه، مين دخل اجوان من بينالتي، مين دخل اجوان بالهيد، مين عمل انترسبت او انترسبشن، الابيرنس يعني لعب كام ماتش في الموسم. اخدت كل الحاجات ديت حطيتها في شيتس لوحدها وبعد كده جمعتهم كلهم في فايل واحد زي كده. بعد ما جمعتهم في شيت واحد قسمتهم على 4 فايلات، 4 اكسل شيت. اول واحد بيتكلم عن البلاير انفورميشن يعني طول اللعيب، سنه، بلاير ستاتستيك يعني كل الاحصائيات بتاعت اللعيبه، السالري، والتيمز. التيمز ديت ليها علاقه بالارقام بتاعت الفريق مش بتاعت اللعيبه. فمثلا لو فتحنا البلاير ستاتستيك، طيب زي ما انتم شايفين عندنا هنا اسامي اللعيبه والنادي اللي بيلعبوا فيه، اللعيب دخل كام جون، اذا كان الجون ده من بينالتي ولا بالهيد ولا اسيست، عمل باصه ولا لا، كام باصه عملها، هل الباصه دي باصه فعليه ولا لا، يعني باصه طويله فعليه على الجون ولا لا، عمل كام شوطه، الشوطه اللي عملها هل هي على التارجت ولا لا، الانترسبشن قطع كام كوره، بلوكس يعني وقف قدام الكوره كام مره، كلين شيت دي ليها علاقه بالاجوان والبوزيشن بتاع اللعيبه سواء هو مثلا مهاجم او مدافع او جون، الابيرنس ديت يعني لعب كام ماتش في الموسم. طيب الحاجه الاخيره واللي انا قلت هتكلم عليها في اخر الفيديو وان هي مهمه جدا وهي المصطلحات. طيب ايه هي المصطلحات اللي انت لازم تعرفها؟ طيب زي ما احنا ما شايفين كده كل البيانات اللي قدامنا دي عباره عن تيبل واحده بس، يعني قاعده بيانات واحده بس. جوه قاعده البيانات دي بيبقى فيه اعمده وصفوف، وجوه الاعمده والصفوف دولت
وجوه الاعمده والصفوف بيبقى فيه القيم اللي هي بنسميها الفاليو. طيب ازاي؟ على سبيل المثال لو انا قلت انا عايز الصف الرابع، القيمه اللي موجوده في الصف الرابع في العمود الثاني، يبقى ادي كده الصف الرابع وادي كده العمود الثاني، يبقى ايه هي القيمه بتاعته؟ ليستر سيتي. يبقى التيبل كلها متقسمه لايه؟ متقسمه الكولومز اللي هم ديت اللي هي الاعمده، والروز اللي هم دولت اللي هي الصفوف. وجوه الاعمده والصفوف ديت فيها اللي هي الفاليوز اللي هي القيم. طيب لو احنا قلنا مثلا ان كل دولت فيهم قيم، بس لو جينا عند القلم دوت اللي هو اسمه كلين شيت، لو شفنا اول 3 اعمده مفيش اي قيم فيهم، مفيش اي فاليو فيهم، فدوت بنسميه ايه؟ null. null دي معناها فارغ، يعني فاضي، يعني ما فيهوش اي حاجه. فالحاجه اللي انت محتاج تعرفها ان كل تيبل متقسمه او كل بيانات متقسمه لاعمده وصفوف، وجوه الصفوف ديت في قيم اللي هي الفاليوز. لو مفيش قيمه فاضيه دي بنسميها null اللي هي فارغ. طيب دي كده قاعده بيانات واحده، يعني دي بنسميها تيبل واحده. لو رجعنا للفولدر بتاعنا في ادي كده تيبل، الثانيه، الثالثه، الرابعه، يبقى احنا كده عندنا 4 قواعد بيانات. محتاجين ان احنا ناخد ال4 قواعد بيانات دولت ونحطهم على السيكوال سيرفر بتاع الداتابيز عشان نعمل اناليسيز هنا اهوت في السيكوال سيرفر. طيب ودوت يبقى نهايه الفيديو بتاعنا. ان شاء الله في الفيديو الجاي هوريكم ازاي هناخد البيانات ديت ونحطها على السيكوال سيرفر، وازاي هنعمل تحليل للبيانات ديت. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.